يواصل مركز العزل الصحي بمنطقة الكود بمديرية خنفر محافظة أبين تقديم الخدمات العلاجية لمرضى وباء الكوليرا بجهود كبيرة يبذلها مكتب الصحة العامة والسكان بمديرية خنفر بمساعدة منظمة كير العالمية وسط مطالبات مختصة ومجتمعية للجهات المعنية والمنظمات الدولية بالتدخل السريع لمساعدة الجهات المختصة في المديرية. وكشف مدير مكتب الصحة العامة والسكان بمديرية خنفر الدكتور صلاح بالليل اليوسفي إن مركز العزل بمنطقة الكود أول مراكز العزل الأربعة على مستوى المحافظة، وقد استقبل المركز وعالج حتى اللحظة قرابة 800 حالة إصابة بالكوليرا توفى منها العشرات. مركز العزل فتح في 15 مارس من هذا العام نتيجة تكاثر الحالات الإسهالات المائية الشديدة خصوصا في منطقة الكود، بتوجيهات من مكتب الصحة والمحافظة والوزارة على فتح محاجر 4 محاجر في المحافظة، كان أحداهما مركز العزل في الكود. استقبل عدة حالات، المركز كان غير مهيأ لأنه مركز علاجي صباحي، بفضل جهود العاملين في المركز وتدخل منظمة كير في المركز قمنا ببدء العمل في المركز وتقديم خدمات لجميع الحالات إسهالات مائية شديدة، توفير المعدات حسب الإمكانيات المتاحة من المديرية وبدعم من منظمة كير في الأدوية والسوائل الوريدية والمستلزمات. إلى يومنا هذا تم استقبال 872 حالة، منها 270 إيجابي فحص سريع و17 حالة إيجابي فحص زراعي. طبعا إجمالي الوفيات خلال هذه الفترة 15 حالة، منهم 4 حالات في المركز وحالتين في مستشفى الصداقة بعد نقلهم من المركز و9 حالات في البيوت. مديرة مركز العزل أريدة حيدر عبد الله توضح المناطق التي تأتي منها الإصابات بمرض الكوليرا وتطالب بدعم المركز، كما طالب الناشط الصحي كمال الأحمدي كل الجهات المعنية والمنظمات الدولية بضرورة تدخلها العاجل قبل انتشار وباء الكوليرا وتفشيه على مستوى المديرية. أغلب الحالات التي تتوافد إلى المركز العزل الصحي أغلبهم من الحصن وباتيس والروة والرميلة والديو كراديف والغاملة والجول، من كل مناطق المحافظة يتوافدوا كل يوم أكثر من 5 حالات أو أكثر. مع هذا الاهتمام الذي يقوم به مديرة المركز وكذلك مكتب خنفر في مكتب الصحة في المديرية والطاقم الصحي في المحجر، إلا أنهم يفتقرون إلى بعض الاحتياجات المهمة من أجل أن يستمر عطاء هذا المحجر. 4 مراكز عزل لمعالجة المرضى بوباء الكوليرا بمحافظة أبين، منها مركز عزل في زنجبار ومركز في لودر، في الوقت الذي يقدم فيه مركز العزل بمديرية خنفر الخدمات العلاجية الكبيرة وبإمكانيات شحيحة، الأمر الذي يتوجب تدخل الجهات المعنية بالأدوية والسوائل الوريدية ودعم برامج التوعية بين أوساط المواطنين في المناطق التي يستوطنها وباء الكوليرا. لقناة عدن الفضائية، ردفان عمر، محافظة أبين.